يحلم هؤلاء الصغار أن يصبحوا نجوما للكرة أسوة بمشاهير الكرة العالمية المفضلين لديهم، بالرغم من أن بعضهم قدموا موسما لا يعكس تطلعات محبيهم. بكون زي ميسي. أنا أحب لاعب ميسي ويوم أكبر أبى أكون نفسه. كريستيانو رونالدو مع البرتغال، أو رياض محرز مع ليستر سيتي، أو مولر لاعب بايرن ميونخ مع ألمانيا حتى النصف النهائي. فالناس كلها كانت تنتظر أن المردود نتاعهم يكون متميز هذا السنة، ولكن شفنا تقريبا العكس، واللاعبين ما مش في المستوى، ما قدموش الشيء اللي كان منتظر منهم. أوزيل وسانشيز كانوا مخيبين لو تحدثنا على الدوري الإنجليزي. أما بخصوص الدوري الإسباني يمكن أن أقول لك أن ميسي ورونالدو يلعبين باسميهما، كما هو الحال مع أوباميونغ. ابتعاد بعض النجوم عن ألقهم يقابله توهج آخرين حكموا على السابقين بأفول مبكر. ابراهيموفيتش اللي في بريطانيا كل الناس كانت تعتقد انه خلص يعني الكارير تبعه خلصت، لكن ادى يعني مستوى مش لا بأس به. ميسي اثر في نتائج فريقه السنه اكثر، يعني في بعض المباريات يعني نقذ فريق برشلونه في مباريات، يعني ادى كمستوى، لكن على مستوى دوري ابطال اوروبا فكان المستوى شوي مخيب. يعني انغولو كانتي بعد أن قدم موسما ممتازا مع ليستر في الموسم الماضي يواصل عروضه القوية هذا الموسم مع تشيلسي، وحاله من حال إيدن هازر الذي استعاد مستواه. ما يمنح التسويق والمتعة أكثر لعشاق الكرة أن الفرجة لا تقف عند الأسماء التقليدية، بما أن عالم الكرة لا ينضب من المواهب والنجوم الجديدة. في كذلك مجموعة كبيرة من اللاعبين الصغار في السن اللي راهم طبعا جايين بمستوى ممتاز وتقريبا يفرضوا نفوسهم في البطولات. نذكر على سبيل المثال مبابي في موناكو، أو ديمبélé في بوريسيا دورتموند، سانشيز في بايرن ميونخ. بين اللاعبين المخيبين للآمال والمتألقين تبقى كرة القدم وفية لتقاليدها وأسرارها التي جعلت منها معشوقة الجماهير الأكثر شعبية في العالم.